بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قالي بصرمانة قالي خشك بريد بصرمان قلتنا علماء ونسقش حديث بيغنبري عليه الصلاة والسلام مذبت أن بيجي بصرمانة درباري عقيقة كعقيقة تشتشتا أم دي داس بيكين في نص داس بيكين إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي وهب لعباده البنين والبنات وجعلهم زينة الحياة الدنيا، وصلوات الله وسلامه على النبي محمد وآله وأصحابه وجميع المؤمنين. أذاكو بيشتي صلاة سبيغنبري عليه الصلاة والسلام وصلاة رب العالمين سرهمي بصرمانا بن داس بيكين. أما بعد أيها الناس، فإن العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا أو أنثى بعد ولادته تقربا إلى الله وشكرا له. عقيقة أو بازت هيتادون بيش ولذا أو عيالي خدت تعالى دتتا أف عيالا تشكربت تشكجبت صلى الله عليه وسلم أف سنة ينشأ أمته خدي. والعقيقة مشروع بالسنة النبوية المشتهرة. أف عقيقة أف دونا في بازي تكو بيغنبري عليه الصلاة والسلام يا بلافا اتناف صحابة اتناف سلفة اتناف تابعية حتى بجهت تشرخ ما وحتى بجهت تشرخ بيستويكي انكو تشرخ تشاردش هجرته بيغنبري عليه الصلاة والسلام أف عقيقة ودونا في عقيقة يا بردوامة سركاري همي بصرمانة. وقد اجتمع فيها القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. كريار وقوتن إش بيغنبري عليه الصلاة والسلام الدركة در حقي في عقيقة أنه قال: مع الغلام عقيقة أنكو باس اتقل في بيتشيكي يا جريدايا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين يا ثابت بوي ويا وارد بوي إش بيغنبري عليه الصلاة والسلام كأبي بيش نفيخ حسني ونفيخ حسيني رضي الله عنهما سيدة شباب الجنة. كو بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي أفهرد نفيت من حسن وحسين موزنة جحيلة بحشتي خرنا. بيغنبري عليه الصلاة والسلام بيش هردو نفيت خو هر إيكيب دبازت بيش فداين. وفعلها المسلمون في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الصحابة وحياته بيغنبري عليه الصلاة والسلام أف عقيقة داي هروسة بيشتي مرنا بيغنبري عليه الصلاة والسلام الصحابة والتابعية سلفة وخلفة همية أف عقيقة بردوم يداي أف سنة بيغنبري عليه الصلاة والسلام بر ندايا بيشتاخو نداي. ولا يزالون يفعلون في كل البلدان متبعين في ذلك ما سنه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهمي باجرت بصرمانا حتى في قف كتو لب جري وسحكي همي أفي سنة بيغنبري عليه الصلاة والسلام يتربيت كان ويجب جد كان كسنتك وبيروزة عليه الصلاة والسلام. وهي من السنن المتأكدة للواجبات. أفي سنتك مؤكدة نواجبا بلا خلت. عقيقة قلي قهدارة وقلي بصرمانا عقيقة سنتك يا مؤكدة بل أف سنته مؤكد أجري قالك ما ظن الدفر رب العالمين نواجبا. يعني كساكي بيتش نبت أفي عقيقة بدت يقول نحكرنينا تشكي واجب فيا يثاب فاعله ويعاقب تاركه. واجب أفيا تبكي يدي خدان خير بي تناكي يدي يقول نحكر بي. أما سنات لا، سنات يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قاعدة فقهية خدان السنات يا كيف السنة بكت دي خدان أجر وحسنات بلا كيف السنة تطبيق نكت يقول نحكر نابتا بل أفخي رمضان ديش داستي ويتشتن. عند أكثر علماء بيجن سنة معنى أفا إشارتك كهند علماء بيجن واجبة. بس وقت اللي فينا الصي ما قلت عند أكثر علماء بيجن سنة يعني أف عقيقة أف بازا سنة نواجبة. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ثابت بوي يا وارد بوش بيغنبري عليه الصلاة والسلام يقولي: من ولد له ولد فحب أن ينسك عنه فلينسك
عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. پیغمبری صلى الله عليه وسلم قلتي هر كسك حسبك بيش عيالي خو بازكي بدت عقيقي بدتن قلتي بلا بيشكري دو بازا بدتن بيش كتي بازكي بدتن متكافئتان أفهر دو بازا وكي إكبن دويت قصير نبن أو حكمة بازي حكمة عقيقة موضوعك ديا كوي يتشوانا بتن بس باختصار أف عقيقة فيتوكي قرباني بت يدرس بت يبكي ماسي بت دار رب العالمين أفي عقيقة قبيل كتن وهردو شيء متكافئ بن بكركي بكتشكي هكر إكبت أو جيد فيتي راس درس بت يبي قصير بتن. فعلق صلى الله عليه وسلم فعلها بمحبة الوالد والواجبات لا تعلق بالمحبة والإرادة. پیغمبر صلى الله عليه وسلم أف عقيقة بحاجة كرنا بابي فقريدا بو عيالي أف عقيقة أف بازا قريدا بچه حاجة كرنا بابي بوفي كوري أنجي بوفي كتشي تحسكي بدأ أجركي جلكي موزنا أفي سنتي تطبيق بكي أجركي موزن دي جهتتا ورب العالمين دي بركتي اخت مالتا ودي بركتي اخت عمري عيالتا بوي سنتي أو سنتا تطبيق كلي. ومع القول بسنيتها فلا ينبغي لمن قدر عليها أن يتركها. هذا الفيلم ملاحظات دي مهمة بالصرمانة. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بري مدته هندي هر كسكي بيشد بلا في عقيقي بدة بلا في بازي بدة أفي بازي بيش عيالي خو بدأ دا رب العالمين توفيقات بدة عيالته دا مصيبة سر عملك الصالح دا أف عيالجي وكي داي بابا في البنى صدقاء خير وخيراته وفي البنى سنته پیغمبري عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض السلف الصالح هندك السلف الصالح شو قلتن العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهونه تركها. عقيقة إشوان أمر بصرمان أبو إشوان فعله بصرمان أبو أو نفيون تجار في فعله بينن نفيون تجار في سنة بينن سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد ذبح العقيقة عن المولد تبصر جيكر تعقيقة بشكري خدا دو باس بشكري فتدان أنجي كتشا تبصك بيش فدا إجبلي أجر حسناته. فايدة شيء فايدة أولا حصول الأجر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها. هذا إيك تسنته بيغمبري عليه الصلاة والسلام تطبيق كر وقالك خالد شوفتك بوفي سنتي دي خداني أجرك. فايدة دوي ثانيا شكرا لله على نعمة المولود بالفعل وإظهاره وهو القائل سبحانه ممتنا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. نقطة دوي فايدة دوي أفايا تشكر خدي بك يا ربي تذكر دومن أفكتش دومن في نعمتي يظهر بك تعاقق بدي أف عقيقة نشان تشكر رب العالمين كرب العالمين القرآن بيرزاد بيجت خدي تعالى عيالي دتهوا رب العالمين كرو كتش دتهوا شيك هزرا جلك كرة هزرا جلك كتش هزرا هندك عيال طمع عيالي بزانن وقتي خدي تعالى في عيالي دتها شكرا خدي بك. نقطة سيدي فايدة سيافيا شفاعة المولود لوالده إذا مات صغيرا وقد عق عنه. أفكر وقت تمرد بتشكي وقت تمرد وتأف بازاي داي بيشفا أف بتشكي روجا قيامته رب العالمين دي بتكتب بشتفان ودرجه بو بحشته. قالي بصرمانه هل كسكت فيت معلومات زيادة بكت دربار عقيقي خيره وسنته يكرشنده بلا اطلاع بك استر كتاب علماء بل افورق ما باختصار داخل كما بزانت دو بصرمان بزانن كعقيقه تشتا كاف بازت هتا دوم بيش في عياليفا اجري وشنده خيره وشنده لدف رب العالمين وكي افرو كامت ميفون بوين مالا جاميره بصرمان حجي علي كوش رب العالمين اجري ما ظن بكت افرو كامت ميفون كلين عقيقه داي بيش عيالي خوفا بيش كري خوفا ام دعاش خديت كان خديت تعالى أفي عقيقي بقبيل بكتن عياري باريزتن رب العالمين عمري وان درج بكسر عم هم يجي تشوف في سنتي بكن رب العالمين في سنتي اتنوف أمته محمد عليه الصلاة والسلام جارك ودي الصخ بكتن وبيغمبر عليه الصلاة والسلام رجع قيامته روي جاش بكت بسنتي أمته عليه الصلاة والسلام
آمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.